سألت نفسك ليه لما بتشرب فنجان قهوة بتتبسط؟ مودك بيبقى رايق، بتبقى عايز تكسر الدنيا. ده ريحة القهوة لوحدها بتنشط مركز الذكريات الإيجابية، يعني بتخلي مودك زي الفل. كيفة القهوة بقى؟ تعالوا لي هنا. الكافيين بيقفل مستقبلات الأدينوزين اللي هي بتشعرك بالكسل والتراخي، ويرفع الدوبامين اللي هو هرمون المكافأة. النتيجة بقى تركيز أعلى ومود زي الفل وحماس خفيف كده يخليك عايز تكسر الدنيا. كمان القهوة بتحتوي على البوليفينولات، ودي بتدعم صحة خلايا المخ وبتزود التركيز وبتدعم صحة المخ على المدى البعيد. كمان ده طقس تحضير القهوة أو مشاركته مع حد أنت بتحبه بيخلي نفسيتك فظيعة، بيخليك تحس براحة نفسية غير عادية. يعني الخلاصة فنجان قهوة يساوي مزاج أحلى وتركيز أعلى وطقس يوم يخليك ترجع لنفسك. بس ثواني، ما تروحش تشرب 10 فنجان قهوة، هو بالكتير قوي من 2 ل 3 في اليوم. تابعونا عشان تعرف كل يوم معلومة طبية مفيدة. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذية.